السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوش تالتة اعدادي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مكملين الدرس الاول من فرع الجبر، حل معادلتين في متغيرين. خدنا الحصة اللي فاتت ازاي نحلهم بياني، النهاردة ان شاء الله ازاي نحلهم جبري. قبل اي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده أذكرك باللي خدناه الحصة اللي فاتت الأول. الحصة اللي فاتت يا باشمهندس اتفقنا مع بعض إن احنا نقدر نبص لأي معادلتين نقول عدد الحلول كام. لو كان معانا معادلتين ألف س أو ألف واحد س زائد ب واحد صاد بتساوي ج، وهنا ألف اتنين س زائد ب اتنين صاد بتساوي ج اتنين. اتفقنا ان احنا لو معانا معادلتين كده من قبل ما نحلهم، لو جينا اخدنا س على س الاولى على س التانية، الرقم اللي قدام س الاولى على الرقم اللي قدام س التانية بيساوي معامل صاد الاولى على معامل صاد التانية بيساوي الحد المطلق اللي هو ج واحد على ج اتنين. قالك هنا بيكون ليها عدد لا نهائي من الحلول، ولما تيجي ترسمها بتتمثل يا باشمهندس بمستقيمين اتنين، المستقيمين دول منطبقين يعني الاتنين على بعض تماما. وإن كنا قسمنا س الأولى على س التانية وطلعت قد صاد الأولى على صاد التانية ولا تساوي ج الأولى على ج التانية، قلنا هنا ليس لها حلول، يعني عدد الحلول صفر ومجموعة الحل فاي. والمستقيمين في الحالة دي يا شباب بيكونوا متوازيين. واتفقنا برضو يا هندسة ان لو قسمنا س الاولى على س التانية طلعت لا تساوي صاد الاولى على صاد التانية ب الاولى على ب التانية، خلاص ما تكملش. هنا بيكون لها حل وحيد اللي هو نقطة تقاطع المستقيمين، يعني في الحالة دي المستقيمين الاتنين هيتقاطعوا زي كده، والمكان اللي قطعوا بعض فيه هو ده مجموعة الحل، وبتنكتب على هيئة زوج مرتب س والرقم التاني صاد. ده اللي خدناه الحصة اللي فاتت. مثال نذكر الناس، لو انا جيت سألتك قلت لك عدد حلول المسألة دي كام؟ 3 س زائد صاد بتساوي 5، و6 س زائد 2 صاد بتساوي 10. قمت انت جاي قاسم السين على السين 3 على 6 فيها النص، وقسمت الصاد على الصاد 1 على 2، وقسمت الرقم على الرقم 5 على 10 بتساوي نص. بس لازم تتأكد ان السين والصاد مع بعض والرقم في جهة تانية. هل س على س قد صاد على صاد قد الرقم على الرقم؟ ايوه، يبقى دي ليها عدد لا نهائي من الحلول. تمام يا هندسة؟ تمام. وكان احيانا بيطور شكل السؤال لما كان يجي يقول لك ايه، معايا كاف س زائد 2 صاد بتساوي 7، ومعايا س زائد صاد بتساوي 14، ليس لها حلول. انا عاوز منك كاف، قلت له ليس لها حلول، يبقى السين على السين قد الصاد على الصاد، اعمل المقص، يبقى الكاف تطلع يا استاذ قيمتها ب2. واتفقنا في الحصة اللي فاتت ان في حالة خاصة اللي بيكون 3 س زائد صاد بتساوي 0 وس ناقص صاد بتساوي 0، اللي ما يكونش فيهم حد مطلق، يعني ما يكونش فيه رقم لوحده، تكون بصفار كده. كنا بنقول على طول ان مجموعة الحل هما بيتقاطعوا الاتنين عند نقطة الاصل، فمجموعة الحل هنا هي 0 و0. وتعلمنا يا هندسة ازاي نرسم المعادلات وناخد نقطة التقاطع. النهاردة ان شاء الله هناخد ازاي نحل معادلتين في متغيرين جبريا. الراجل قالك في طريقين اتنين، في طريق اسمه التعويض وفي طريق تاني اسمه الحذف. اي واحد منهم تعرف تحل بيه حل بيه في الامتحان. هنشرح لك الاتنين ان شاء الله. ايه طريقة التعويض وايه فكرة حلها؟ بكل بساطة اول خطوة بنعملها نوجد قيمة لسين او صاد التي معاملها 1. بيبقى معاك معادلات يا باشمهندس زي مثلا ايه، س بتساوي صاد زائد 5، دي معادلة
المعادلة التانية 2 س زائد 3 ص بتساوي 11. بتبص على واحدة فيهم تكون س أو ص معاملها واحد، فانت قلت له ايه؟ أستاذ دي تمشي، دي ينفع اخدها. قالك بس كده انت تجيب قيمة لس. تاني خطوة تعملها تاخدها تعوض في ص أو تعوض في المعادلة الأخرى، كده هتحصل على مجهول. تالت حاجة المجهول اللي جبته عوض به في المعادلة الأخرى. عشان الناس اللي ما بتفهمش الكلام النظري العبيط اللي ملوش أي لازمة ده، عايزين مثال واقعي يا أستاذ. واحدة واحدة معاك، يلا. لو أنا جيت قلت لك إذا كانت ص بتساوي 5 وس زائد ص بيساوي 6، أوجد مجموعة الحل. هنا أنت بتستخدم طريقة التعويض. بتعمل إيه في طريقة التعويض؟ بتقوم جاي ماسك الصاد، قيمة الصاد ده اهي، ورايح حاططها مكانها. خدت بالك يا هندسة أنا عملت إيه؟ تاني، أنا قمت جاي واخد قيمة الصاد اللي هي دي كده، حطيتها مكانها هنا. يبقى بقوم جاي محدد أنا هشيل مين أحط قيمته. أنا خلاص قررت إن أنا هشيل الصاد، أقوم رايح على الصاد اللي هنا مبدلها وحاطط مكانها الخمسة. هشيل الصاد دي أبدلها كده وحط مكانها الخمسة، تبقى س زائد 5 بتساوي 6. ومن هنا السين قيمتها بتساوي 6 ناقص 5 لما عددنا بإشارة مخالفة، يعني السين تطلع ب1. أصبح مجموعة الحل إيه؟ معايا قيمة للسين وقيمة للصاد. تاني كمان مرة، تاني يا أستاذ، بس واحدة واحدة. حاضر، واحدة واحدة معاك. يا نهار أبيض، ده أنت أول طلب تطلبه مني يا جدع. لو كان معانا الصاد بتساوي س وكان معانا س زائد صاد قيمتهم بتساوي 6، يلا شفت انت عملت ايه؟ حدد حاجة يكون معاملها واحد. فانت قررت انك تشيل الصاد وتحط قيمتها. الصاد قيمتها بايه؟ بس. كان ممكن يجي يقول لك انا هحط الصاد مثلا ب2 س عادي، بمزاجه يعني، كان يديك المسألة كده. انت حددت صاد، خلاص هتاخدها تشيلها وتحط قيمتها. هتشيل الصاد ده ايه، هتبدلها وتقوم حاطط القيمة بتاعتها. القيمة بتاعتها اللي هي بايه يا هندسة؟ ب2 س. بقت معادلتك ايه؟ س زائد 2 س ب6. بعد ما شلتها وحطيت قيمتها اقدر اجمعها دي بقى معايا كده كام س؟ 3 سينات يا استاذ ب6. تمام، بنشيل التلاتة المضروبة ازاي؟ بالاسم يا استاذ. يبقى السين قيمتها بكام يا حبيبي؟ ب2. كده انت عرفت ان السين ب2. طيب تعالى شيل السين وحط 2، يلا. تبقى 2 في 2 بكام؟ ب4. خدت بالك؟ خدت القيمة عوضت عنها، جبت مجهول، خدت المجهول، انا قمت جاي واخد ده اهي، ده السين ده يا شباب، حطيتها مكان السين اللي هنا. يعني انا جيت تاني واحدة واحدة، قمت واخد السين ده اهي، بدلتها حطيتها مكان السين اللي هنا اهو، شلت دي كده وقمت حاطط قيمتها ب2. هنا السين مديهالك صريحة. كل اللي عليك بتعمل ايه؟ بقوم جاي شايل السين يا استاذ وحاطط قيمتها. السين ده اهي شايلها وحاطط قيمتها هنا كده. شوف السين كان ب3، ماسك ال3 حاططها مكان السين في المعادلة التانية. يعني انا جيت دلوقتي تاني يا شباب واحدة واحدة، موضوع بسيط خالص. شلت السين وقمت حاطط ال3، بقت 3 زائد صاد قيمتها بتساوي 5. يبقى الصاد بتساوي قيمتها 5 ناقص 3، يبقى الصاد تطلع ب2. جبت الصاد ب2 ومعاك السين ب3، ايوه، يبقى مجموعة الحل بتساوي المجموعة السينات 3 والصادات 2. كان ممكن يزود لك عليها خطوة، يعني شوف، بدل ما يقول لك س تساوي يديك س زائد 1 ب3. انت قايل له بسيطة يا عم. طب ما هي السين يا استاذ قيمتها ب3، شيل منها 1، يعني السين قيمتها ب2. حلو، هتعمل ايه بقى يا حبيبي؟ هقوم رايح على السين يا استاذ، شايلها وحاطط قيمتها 2. تاني هعمل ايه؟ هروح على السين اللي هي دي، اشيلها واحط قيمتها 2 اهي. شفت، هبدل دي واحط ال2. يبقى انا قمت جاي دلوقتي يا هندسة شايل السين دي وحاطط 2.
2 زائد ص قيمتها بتساوي 5، ومنها ص ب5 ناقص 2، يعني الصاد ب3. كده انت جبت مجموعة الحل، السينات ب2 والصادات ب3. طور شكل السؤال شوية. جاء قال ايه؟ ان كانت السين بتساوي ص، قلت له يا استاذ ما انت مديني المجهول جاهز اهو، السين قيمته بصاد، كان ممكن يطورها. بص شكلها، شوف عمل ايه، عدى الصد بإشارة مخالفة. ابن اللذينة بيغير بس حاجة في المسألة كده يحسسني انها مسألة زبالة، والمسألة سهلة جدا مفيش فيها حاجة. يلا يلا يا استاذ، انا هشيل يا استاذ السين واحط قيمتها، السين ده اهي هبدلها واحط مكانها صاد. صاد زائد 3 صادات ب8، يبقوا دول 4 صادات ب8. تقسيم 4 الجهتين، يبقى الصاد الواحدة قيمتها ب2 يا استاذ. حلو، جبت الصاد ب2. طب يلا شيل الصاد وحط قيمتها، يبقى السين تطلع بكام؟ السين تطلع ب2. اصبح مجموعة الحل بتساوي مجموعة وجواها زوج مرتب 2 و2. بس كده انتهت. طيب لو كان طورها، ده شكلها، هات قيمة لا اما لسين لا اما لصاد، حاول تختار حاجة معاملها 1. فانا قلت له السين يا استاذ. حلو، حددت اللي انت هتجيب قيمته. ايوه انا هجيب قيمة السين. طب كويس، سيبها وعدى اي حاجة تانية بإشارة مخالفة، يبقى السين قيمتها بتساوي صاد. يلا شيل السين وحط مكانها صاد. صاد و3 صادات 4 صادات. تقسيم 4 الطرفين، يبقى الصاد يا أستاذ قيمتها ب2. صح يا هندسة. طب ما السين قدها، يلا شيل الصاد وحط القيمة بتاعتها هنا، تبقى السين قيمتها ب2. يبقى مجموعة الحل هنا يا هندسة عبارة عن 2 و2 جوه زوج مرتب. بس كده بس. طيب طور شكل السؤال شوية. المسألة دي هي دي تمام، بس هنا مديني قيمة س جاهزة وكان ممكن يلعب معايا شوية. طب يا أستاذ نركز هنا عشان دي أصعب من اللي فاتوا سيكا. ماشي معاك يا أبو حميد. معاك قيمة مين؟ أنا معايا قيمة س. طب ركز، هنا دي اسمها إيه؟ س، إنما دي اسمها إيه؟ 3 من س. يعني إيه؟ يعني قيمة س اضربها في 3. ففي ناس جم قالوا بص يا عم أحمد، أدي 3 اللي كانت مكتوبة اللي هي دي. ماشي؟ ماشي، غير اللون كده عشان يبقى الموضوع واضح. دي 3 اهي. حلو، والسين يا أستاذ اللي أنا جبت قيمتها هحطها بصاد زائد 4، يبقى الصاد زائد 4 دول قيمة س ده اهي. تمام؟ تمام، يعني دي يا باشمهندس هي دي. واكمل بقية السؤال عادي خالص اللي هو عبارة عن ايه؟ زائد 4 صاد بتساوي 5. خدت بالك انا عملت ايه؟ 3 نزلت، شلت السين وحطيت قيمتها صاد زائد 4. يلا نضرب ال3. 3 صاد زائد ال3 في 4 ب12، زائد 4 صاد بتساوي 5. كام صاد دول؟ دول 7 صاد. 3 صاد زائد 4 صاد زائد 12 بتساوي 5. يلا تعمل ايه في ال12؟ هعدها بإشارة مخالفة. كويس، هتعدها ازاي؟ كنت باجي يا أستاذ أشوف لو هي موجب أطرحها من الطرفين كده. صح يا هندسة، برافو كمل. 7 صاد بتساوي -7. يا أستاذ مش 7؟ لا، في حالة الطرح بناخد إشارة الكبير، بناخد إشارة الكبير. تقسيم 7 الطرفين، يبقى الصاد تطلع ب1. كده انت جبت مين؟ الصاد. هتاخد الصاد ده اهي تبدلها مكان الصاد اللي هنا. شوف في المعادلة الأولى ودي المعادلة التانية. انت عوضت في المعادلة التانية خلاص، بعد ما طلعت القيمة خدها حطها في المعادلة الأولى، متوش بسيط. جبت المجهول، خده بقى عوضه في المسألة. طيب دي ولا دي يا أستاذ؟ أي واحدة تعجبك، أي واحدة. جيت في دي يا أستاذ قلت له هجيب لك القيمة، السين بتساوي -1 زائد 4، يبقى السين بتساوي 3. برافو.
يبقى مجموعة الحل يا أستاذ هي المجموعة 3 وسالب 1. اللي كان تاه في خطوة المسألة نفس المسألة. نركز كده تاني. يا الله يا أستاذ معاك واحدة واحدة. ها، حدد انت عايز تجيب قيمة لمين. لسين يا أستاذ. هو لازم أجيب السين من المعادلة الأولى يا أستاذ؟ مش شرط. لو كان في سين لوحدها في المعادلة التانية هاتها، بس للأسف في المعادلة التانية السين قدامها رقم والصاد قدامها رقم، فهتبقى صعبة عليا. هقدر أجيب لك كده يا أستاذ قيمة لسين دي. ليه؟ عشان هي اللي لوحدها وقدامها موجب 1. حلو، هنعدي الصاد بإشارة مخالفة، يبقى السين بتساوي 4 زائد صاد. هنشيل السين دي ونحط 4 زائد صاد، زائد 4 صاد بتساوي 5. طيب لما يكون في 3 قدام القوس وحابب تضربها، مش بتنضرب في الرقم الأول بس، تنضرب في كله يا هندسة. خد بالك، تنضرب في كل القوس. 3 في 4 ب12، ال3 في صاد ب3 صاد، زائد 4 صاد بتساوي 5. 12 زائد 3 و4 7 صادات قيمتها ب5. يلا نطرح 12 من الطرفين. 7 صاد قيمتها بسالب 7، يبقى الصاد بسالب 1. جبت الصاد بسالب 1، تبقى السين ب3 يا أستاذ. يا رب تكون واضحة. يبقى مجموعة الحل 3 وسالب 1. صعب شوية؟ يا الله. هتعمل ايه يا أستاذ؟ أنا دورت على سين السنجل أو صاد السنجل. يعني ايه السنجل دي؟ يعني اللي لوحدها. بص، هنا الصاد لوحدها بس قدامها سالب، وهنا السين لوحدها، أيهما تفضل؟ أنا أفضل السين اللي قدامها موجب ولوحدها. طيب هات قيمتها يلا. خد بالك إن هو مش شرط تكون في المعادلة الأولى. السين قيمتها ب4 ناقص 2 من صاد. خدت دي عدتها بإشارة مخالفة، دي عدتها بإشارة مخالفة كده. يلا تعالى ناخدها نعوض بيها هناك. يبقى 2 في س، ركز، 2 س، فأنا هشيل السين وأحط قيمتها اللي هما دول مكان السين ده اهي. فقلت له يبقى 4 ناقص 2 من صاد، ناقص صاد بتساوي 3. شفت دول أنا حطيتهم في قوس ليه؟ عشان دول قيمة السين. هنضرب الاتنين يبقى 8 ناقص 4 من صاد. المشكلة كلها في حتة الضرب ده اهي. في ناس بتضرب في الرقم الأول وتنسى التاني. ناقص صاد بتساوي 3. 8 ناقص 5 صاد بتساوي 3. نطرح 8 من الطرفين، يبقى سالب 5 صاد بتساوي سالب 5 تقسيم سالب 5 فيها الموجب 1. كده انت عرفت ان الصاد بموجب 1. محتاج من حضرتك السين. قلت لي يبقى السين بتساوي 4 ناقص ال2 في 1 ب2. 4 ناقص 2 2. يبقى مجموعة الحل 2 وكام؟ 2 و1. بس كده؟ بس كده. طريقة الحذف دي يا باشمهندس أنصحك باستخدامها لو ما لقتش س لوحدها. يعني لو معاك مسألة 2 س زائد 3 ص بتساوي 5، و3 س زائد 2 ص بتساوي 5. شوف، مفيش س ولا ص سنجل لوحدهم. كده ننصحك تستخدم طريقة الحذف. تمام؟ طب ايه طريقة الحذف؟ تعال نعمل لنفسنا خطوات كده نمشي بيها. يلا يا أستاذ. أول خطوة يا باشمهندس بتحدد أنت عاوز تشيل مين. تحديد المحذوف اللي أنت عاوز تشيله. تمام. تاني خطوة تضرب ضرب معامل فوق تحت والعكس. مش فاهم يا أستاذ أي حاجة؟ فاهمك دلوقتي. تالت حاجة بعد إيجاد القيمة التعويض. مش فاهم اي حاجة يا أستاذ، انت بتقول ايه؟ بص، س زائد ص بتساوي 5. تمام. و2 س زائد 3 ص بتساوي 12. انا عاوز منك مجموعة الحل. واحد قال لي يعني ممكن استخدم التعويض معايا س سنجل او ص سنجل. صح، بس احنا عايزين نطبقها بقى على الحذف. حدد يا هندسة كده من قرارة نفسك انت عاوز تشيل مين. يا أستاذ بص،
انا عايز اشيل الصاد، ماشي. واحد تاني يقول انا عايز اشيل السين، برضو انت حر، عادي. طيب كده انا حددت اللي انا عايز اشيله. قال لك الرقم اللي تحت ده هو اللي مكتوب تحت، شيله اضرب المسألة فيه فوق، تمام، والرقم اللي فوق اضربه في تحت. حلو. إن كانت الإشارات زي بعضها، ركز، إذا كانت الإشارات متساوية، إذا كانت الإشارات متساوية غير إشارة رقم. يعني إيه؟ الإشارات زي بعض؟ أيوة، غير إشارة واحد من اللي هتضرب بيهم. هغير إشارة السالب ده. شفت الواحد ده اهو، غيرت إشارته. أنا حاسس بيك، حاسس إنها طويلة، بس عادي، ركز، بس مرة واتنين هتلاقيها سهلة جدا. هضرب فوق في 3، بقوا 3 سينات و3 صادات بتساوي 15. حلو. اضرب تحت في -1، -2 س ناقص 3 صاد بتساوي -12. شفت انا عملت ايه؟ حددت اللي انا عاوز اشيله، خدت الرقم اللي تحت ضربته فوق، وخدت الرقم المعامل اللي فوق ضربته تحت للي انا عاوز اشيله. ان كانت الاشارات متساوية غير اشارة رقم منهم، ان كانت مختلفة ما تغيرش حاجة. حلو. بعد كده بتقوله بالجمع، 3 س ناقص 2 س بس، 15 ناقص 12 3. كده انت جبت السين ب3. عوض في اي معادلة، في المعادلة الاولى او المعادلة التانية. هنعوض في الاولى يا استاذ بالتعويض في 1. 3 زائد كام تساوي 5؟ قلت له يا استاذ 3 زائد 2 يبقى الصاد ب2، يبقى مجموعة الحل 3 و2. تاني يا هندسة، واحدة واحدة. تاني يا استاذ، معاك معادلتين اهمت يا باشمهندس. قلت له حلو، حطهم تحت بعض. س ناقص صاد بتساوي 2. حط السين تحت السين والصاد تحت الصاد، وحافظ على الاشارات. تمام. حدد انت عاوز تشيل ايه. واحد بص للمسألة كده قال يا استاذ انا هشيل الصاد. قلت له انت حر. تمام. اضرب الرقم اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يعني هنا في 1 قدامها، هضرب تحت هنا في 1 وفوق هنا في 1. هل فرقت؟ قلت له لا. طب الاشارات متساوية ولا مختلفة؟ قال مختلفة، يبقى بالجمع على طول ومش هغير اشارة حاجة، بالجمع مباشر. طالما هضرب في 1 مش فارقة. س وس 2 س، 2 زائد 4 6، نقسم على الاتنين يبقى السين الواحدة قيمتها ب3. لو دي كانت المعادلة الأولى ودي كانت المعادلة التانية، حابب تعوض فين؟ عوض في التانية يا أستاذ بالتعويض في 2. بقت 3 زائد صاد قيمتها ب4، يعني الصاد ب1. مجموعة الحل طلعت كام؟ السينات ب3 والصادات ب1. بس كده. طيب نطور شوية. يا الله يا أستاذ. ها، حطهم تحت بعض. قمت جاي قايل 3 س ناقص صاد بتساوي -4، و-2 س زائد صاد قيمتها بتساوي 3. واحد قال ايه؟ بص يا احمد. قلت له ايوه، انا هشيل السين. قلت له يا ما انت قدامك الصاد زي بعض اهي. قال انا رزل يا جدع، انت مزاجي. قلت له ماشي. بترسل تقول لي دمك. ايوه يا استاذ وان كان عاجبك. قلت لك عاجبني يا حبيبي. خلاص، هنضرب اللي فوق في كام؟ هنضربها في 2، وهنضرب اللي تحت في 3. الرقم اللي تحت فوق واللي فوق تحت، الاشارات مختلفة مش هغير حاجة. يلا اضرب. 2 في 3 ب6 س ناقص 2 صاد بتساوي -8. 3 في 2 بسالب 6 س زائد 3 صاد بتساوي 3. حلو كده؟ حلو يا استاذ. اجمع يلا بالجمع. كل ده عشان نقول كلمة بالجمع ده. 6 ناقص 6 راحت، -2 زائد 3 بموجب 1، -8 زائد 3 بناخد إشارة الكبير ونطرح. يبقى أنا كده جبت قيمة الصاد طلعت ب5. عوض في أي معادلة قبل الضرب أو بعد الضرب اللي أنت عاوزه. لو أنا كنت مسمي دي 1 ودي 2، هقول له أنا هعوض مثلا في 1،
يبقى 3 س ناقص سالب 5 ناقص المعادلة سالب 5، دي قيمة الصاد اهي، بتساوي سالب 4. 3 س زائد 5 بتساوي سالب 4. 3 س قيمتها بسالب 9، نقصت 5 من الطرفين. تقسيم 3 يبقى السين تطلع بسالب 3. يبقى مجموعة الحل س وبعدين صاد. ما فهمتش؟ تعال نتدرب اكتر. يلا حطيتهم تحت بعض يا استاذ. 2 صاد ناقص 3 س بتساوي 7، و3 صاد زائد 2 س بتساوي 4. هتشيل مين؟ بص يا عم احمد، انا ذكي. قلت لك ماشي يا ذكي قول. انت لو ذكي ما كنتش حليت اللي فاتت كده. يا استاذ انا هشيل السين عشان الاشارات مختلفة. ماشي يا نص. هضرب اللي فوق في 2 واضرب اللي تحت يا عم احمد في 3. صح يا ديسباسيتو، صح، برافو عليك. ايه الحلاوة دي؟ هنا هضرب في 2 وهنا هضرب في 3. يبقى 4 صاد ناقص 6 س بتساوي 14، وهنا هضرب في 3. 9 صاد زائد 6 س بتساوي 12. حلو. بالجمع 4 و9 13 من صاد بتساوي 26، لان لما جيت اجمع دول راحوا. تقسيم 13 الطرفين يبقى الصاد تطلع ب2. جبت الصاد ب2. تعرف تجيب السين؟ يلا عيب عليك، دي سهله خالص. قلت لك اتفضل قول. هعوض يا استاذ في معادله. الصاد هعوض في المعادله دي، ماشي، بالتعويض في 2. الاتنين في 3 ب6 زائد 2 من س ب4. هنعدي دي بإشارة مخالفة. 4 ناقص 6 بسالب 2. أيوة، يبقى الس بسالب 1 يا سيدي. مجموعة الحل س وصاد. تمام. صعب الموضوع شوية. ابن الرزلين، ما هذا يا ابو حميد؟ قلت لك ما هذا يا أيها الطالب مسألة عادية ولا فيها أي حاجة. هما مدرسين الرياضة كده يشلهم، يقعدوا يقول لك ما فيش بقى حاجة والمسألة بنت لذينة. ما علينا، استحملهم. شوف يا باشمهندس، كل الأرقام اللي تحت دي تقبل الاسم على الكام؟ على 6 يا أستاذ. يبقى اضرب هنا في 6 وهنا في 6 وهنا في 6. 6 على 6 راحت. 6 على 3 فهل 2. 6 على 3 فهل 2. أعتقد ما فيش فيها مشاكل. طب دي اضرب المسألة كلها في 6 لأنه كله يقبل الاسم على 6. 6 على 2 فهل 3. 6 على 3 فهل 2. 2 في 2 ب4. 6 على 3 اتبقى هنا 2. الاتنين دي ضربتها في الاتنين اللي قدام. الواحد في 6 ب6. حلو كده؟ حلو قوي. طب يلا شوف انت عايز تشيل ايه. عايز اشيل السين، ماشي. اضرب فوق في 3 وتحت في كام؟ في 1، وغير اشارة معادلة منهم. ليه؟ عشان الاشارات متساوية. برافو عليك. يلا 3 س زائد 6 صاد بتساوي 6، سالب 3 س ناقص 4 صاد بتساوي سالب 6. بالجمع 2 صاد قيمتهم بتساوي 0. 3 س ناقص 3 س راحت. 6 صاد ناقص 4 صاد 2 صاد بصفر. يبقى الصاد بصفر. عرفت ان الصاد بصفر. عوض في اي معادلة. هعوض هنا ينفع عادي. لما نحط الصاد صفر يبقى س زائد صفر بتساوي 2، يعني السين ب2. يبقى مجموعة الحل السينات ب2 والصادات بصفر. دي كانت طريقة الحذف. كده انت خدت الحذف والتعويض وخدت كل حاجة. تيجي نشوف افكار. يلا. اوجد الف وب. اذا كان 3 وسالب 1 مجموعة الحل. قلت له يعني ايه دي؟ قال يعني س وصاد. قلت له تعالى نشيل السين ونحط 3 ونشيل الصاد ونحط سالب 1. عديت ال5 دقايق بإشارة مخالفة. يلا نشيل السين ونحط 3 ونشيل الصاد ونحط 1 بالسالب بتساوي 17. ايه ده يا استاذ؟ انا اشيل الباء. هضرب فوق في 1 وتحت في 1 واغير اشارة 1 منهم. اغير اشارة اللي فوق.
حلو. بقوا سالب 3 من ألف زائد باء بتساوي سالب 5، وهنا 9 من ألف ناقص باء بتساوي 17. بالجمع سالب 3 ألف زائد 9 ألف ب6 ألف، سالب 5 زائد 17 بناخد إشارة الكبير ونطرح عادي، تقسيم 6 الطرفين يبقى الألف تطلع بتساوي 2. جبت الألف ب2، أيوة، هاتلنا الباء. ال2 في 3 ب6 ناقص باء بتساوي 5، هنعدي دي بإشارة مخالفة. 6 ناقص 5 بتساوي الباء، ومنها الباء قيمتها ب1. كده انت جبت ألف وباء، وخد بالك دول ما بيتحطوش في زوج مرتب لأن دي ألف وباء. تمام، تعال نشوف آخر مثال. إن كانت دالة 1 ب5، قلت له لما نشيل السين ونحط 1 من الترم الأول بتساوي 5، ولما نشيل السين ونحط 2، شوف 2 تربيع ب4 زائد باء قيمتها ب11. أنا عايز أشيل يا أستاذ باء، هضرب فوق في 1 وتحت في 1، هغير إشارة الصغير. تمام، ده 1 وده 1، أقصد الصغير من الأرقام ده هي 5 وال11. يبقى هنا سالب ألف ناقص باء بتساوي سالب 5، و4 ألف زائد باء ب11. يلا بالجمع 3 ألف قيمتهم ب11 ناقص 5 كام يا رجالة؟ 6 يا أستاذ. تقسيم 3 يبقى الألف قيمته بتساوي 2، ومنها الباء قيمتها ب3 لأن ألف زائد باء ب5. بس كده يا هندسة، جبت له ألف وباء. أتمنى يا حبيبي أن أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة صغيرة كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.